بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنتكلم ان شاء الله النهارده على تشخيص واصلاح منظومه قابض المحرك انجين كلاتش، وده مختلف تماما عن دول كلاتش المستخدم مع الفتيس مع الجير. واحنا بنتكلم دلوقتي على الانجين كلاتش هنتكلم على منظومه في سياره كيا نيرو. السياره دي بتستخدم تكنولوجيا بسيطه جدا عشان يفصل الحركه بين المحرك وبين المنظومه الكهربائيه. طيب انا قبل ما ابدا اخش على السيستم ده، بدل قلنا منظومه هاي فولتج كهرباء فولت عالي، لازم اول حاجه امشي خطوات زي ما السيرفيس مانوال بيقول بالملي، ولا تزود خطوه ولا تقلل خطوه. فهتلاقي السيرفيس مانوال بيقول لك ان السيارات دي عشان السيارات دي بصمه لازم يكون المفتاح خارج السياره. اول خطوه. وبعد كده تستنى دقيقتين، تدخل جوه السياره وتكون لابس السيفتي بتاعك كامل، والسياره موجوده في الاريا اللي انت شغال فيها المخصصه لعربيات الكهرباء. وتاني خطوه، تفصل الهاي فولتج سويتش. ده سويتش بيكون وظيفته ان انت بتفصل كهرباء الضغط الفولت العالي عشان تقدر تشتغل في العربيه. السويتش ده ليه طرق كتيره وليه اشكال كتيره، فانت لازم ترجع للسيرفيس مانوال عشان تعرف انهي نوع مستخدم عندك. في انواع زي ده كده، هو عباره عن سويتش بتشيله تفصل الفولت العالي. في انواع تاني بيكون ليها سويتش كانه بيتلف ليه كذا بوزيشن. في انواع تالت بيكون سويتش بيتفك بس بيفضل في مكانه، عشان ده لو مش موجود السياره مش هتشتغل فولت عالي خالص. وبيحط هنا كده حاجه زي دايره كده عشان وانت شغال بتحط بنز هنا يمنعه ان هو يقفل، عشان تضمن ان ايه، ان هاي فولتج مفصول. حسب الطريقه ترجع للسيرفيس مانوال، تشوف السيرفيس مانوال بيقول لك ايه وتمشي الخطوات زي ما بيقول بالظبط. فهتيجي هنا في السياره دي، هتيجي تفتح الباب اللي ورا يمين، هتلاقي جزء بلاستيك هنا كده. هتفك الجزء البلاستيك كفر بلاستيك، هتلاقي السويتش، تفك السويتش وتخليه في السياره. السويتش ده لو ضاع السياره مش هتشتغل زي منظومه كهربائيه، مش هتشتغل خلاص كده. طيب تعالى بقى نتكلم عن المنظومه. احنا عندنا انجين كلاتش مختلف تماما عن ترانسميشن كلاتش. في هنا اتنين طقم دبرياج. طقم دبرياج بيفصل الحركه اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، بيفصل الحركه بين محرك الاحتراق الداخلي سواء بنزين او ديزل، وبين الموتور الكهربي عشان يشغل بعد كده ينقل بعده للايه ترانسميشن. الكلاتش ده بيبقى موجود بين المحرك وبين الموتور الكهربي في الموديل ده. والمحرك هنا ما بيستخدمش، مفيش مارش ودينامو، هو بيستخدم حاجه اسمها هايبر ستارتر جنريتور، او في سيارات تاني بتستخدم البيلت انتجريت ستارتر جنريتور. ايا كان بقى المسمى بتاعه، هو في الاخر بيستخدم المارش عن طريق السير وقت الدواره، وبعد كده بيقلب دينامو عشان يولد كهرباء. وليه طريقه تشغيل، وليه كذا خطوات انه بيشتغل بيها، وليه طرق تشخيص. بس في الاخر انا عايز اعرف هنا النهارده بنتكلم عن الجزء ده بس، اللي هو الانجين كلاتش. تمام. طب الانجين كلاتش، انسى دلوقتي السياره الكهربائيه، اعتبر السياره دي ما ينفعش تكون موديل كهرباء، اعتبر ان هي عربيه عاديه جدا، عربيه فيرنا فتيس مانوال. عندي محرك، المحرك ده بيجي وراه هنا طقم دبرياج اللي هو الكلاتش، وبيجي وراه الترانسميشن اللي هو الفتيس الجير. هو بس المنظومه هنا بيحط هنا كده موتور الكهرباء ده في العربيه الايه الهايبرد فيكل زي كانيرو. فانا لو عايز اشغل الحركه بنقلها عن طريق كلاتش، ولو عايزه افصلها او اشغلها برضك عن طريق كلاتش. طب ازاي؟ طب تعالى نتكلم عن العربيه الفيرنا. العربيه الفيرنا منظومه الكلاتش ان هو بينقل ايه. اجي هنا كده هقول لك احط مسطر علوي، والمسطر العلوي ده هيمشي هنا عن طريق زيت، هيمشي فيه هيضغط زيت، ويطلع هنا كده عن طريق مسطر سفلي. والمسطر السفلي ده هو اللي بيحرك البليه عشان يعشق
الكلاتش يشتغل ينقل حركه او يفصل حسب، بس بشكل يدوي، بشكل مانوال دوست رجلك. هقول لك انا هستخدم نفس الفكره دي مع سياره الهايبر، بس انا هلغي شويه كده، هلغي حاجه كده، هاجي على الماستر قلبي يقول لك لا بالسلامه انا مش عايزك. فهعمل حاجه كده بسيطه جدا جدا، ان انا هجيب موتور كهرباء، وموتور الكهرباء ده بيضغط زيت، يبقى انا عايز خزان زيت، ويطلع منه مسار للبليه اللي هو الماستر الداخلي زي موديلات كتير، عشان تبدا تعشق الكلاتش وتفصله بس. يبقى انا هاجي هنا كده دخلت عامل الكهرباء ولغيت العامل الايه البشري نهائي خالص. فهي دي المنظومه، هو ده الكلاتش بتاع المحرك اللي بيفصل، انجن كلاتش اللي بيفصل الحركه بين المحرك وبين الموتور الكهرباء. طب احنا هنا مش اتكلمنا عن عادي جدا طقم دبرياج عادي جدا زي اهو، ادي الماستر الداخلي اللي هو الماستر السفلي زي العربيات المانوال العاديه، وهنا هنا الكلاتش طقم الدبرياج. وطبعا هنا كده هتلاقي بص اي حاجه باللون البرتقاني معناها ان ده فولت عالي، ضغط، جهد عالي. فاي حاجه بالبرتقاني لازم تبقى حريص وانت بتتعامل معاها. فهنا ادي المحرك، ادي الكهرباء اهو اللي راح المحرك الكهربائي اللي ايه اللي هنا، ده وظيفه الكلاتش. طيب تعالى دلوقتي العربيات العاديه خالص، تعالى بقى ايه احنا ازاي نشخص الكلاتش ده ان هو بدل كهرباء، وبدل لغى العنصر البشري في تشغيله ووصل. يبقى انا بتكلم ان انا اي حاجه ببدا اعمل لها دايجنوستيك ببدا استخدم جهاز تشخيص الاعطال. فانت هتخش في جهاز تشخيص الاعطال في الكلاتش، هتلاقي عندك حاجه اسمها ريموفال اوف اير فروم انجن كلاتش. بالبلدي كده العربيات الفيرنا، تلاقي عميل جاي يشتكي يقول لك ده انا الصبح وانا بدوس عشان ادي الغيار العربيه ما الغيار بتبقى صعب جدا التعشيق. طب ليه صعب جدا التعشيق؟ لان انا عندي ماستر علوي اهو بيضغط زيت، والزيت ده رايح هنا لماستر سفلي. معنى ان انا ضغطت هنا يبقى لازم الزيت يتحرك من هنا عشان يحرك الماستر السفلي. طب المنظومه دي لو داخل جواها هواء، لو انا فكيت مثلا غيرت اي حاجه منهم وفي هواء، انا عمال اضغط هنا، بضغط هواء زائد زيت، الهواء قابل للانضغاط، الزيت غير قابل للانضغاط. فمعنى ان انا بضغط برجلي ان انا عمال اضغط دلوقتي على الزيت وفي هواء، فالضغطه بتاعتي كلها بتروح في الهواء، عشان كده بيطلع معاك التعشيق بايه في بدايه اليوم، بيبقى التعشيق صعب جدا. طب انت عندك هنا اصلا في العربيات بقى الهايبر مفيش دواسه، فانا هحط لك اوبشن في سكان تولز ان انت هتخش تدي ان انت عايز تاخد هواء للماستر، وهو بيبدا يمشي خطوات، تمشي الخطوات اللي بيقول لك عليها وتفرغ الايه الهواء من الماستر سلندر السفلي. فده كده استخدام السكان تولز. تاني استخدام ان انا بيديك اوبشن انت ممكن تعمل اصلا انسبكشن، تفحص كل المنظومه عامله ازاي، وممكن تعمل ادابتيشن لو انت شايف لو الاداء بتاعه مش مظبوط او مسجل كود ليه علاقه بالاداء بتاع الكراتش. تالت حاجه مش ده كراتش هيتاكل زيه زي طقم الدبراج العادي جدا. لما يتاكل انا عايز اعرف طب انا هفك المنظومه، هفك الموتور او هفك الالكتريك فيكل الالكتريك موتور عشان افحص طقم الدبراج؟ لا، هو بيحط لك اوبشن في الجهاز ان انت تقدر تختبر الكلاتش ده نقل عزم قد ايه، وبناء عليه تقدر تحدد حاله الكلاتش لا سليمه ولا لا. طب الفحص الظاهري لو انت فكيت طبعا في اي اعمال بتعملها تراجع عليه فحص ظاهري، لو متاكل هتغيره. يبقى انا كده اتكلمنا عن 4 مميزات استخدمهم السكان تولز عشان ابدا ايه اتعامل مع العطل ده. وادي الدياجرام بتاعه، هو عباره عن حته موتور عادي جدا، موتور كهرباء. موتور الكهرباء ده هو اللي بيضغط الماستر العلوي زيه زي العربيات المانوال، والزيت يتحرك هنا وفي خزان زيت. طب الزيت المستخدم ترجع للسيرفيس مانوال بقى، هيقول لك دوت 3 دوت 4 دوت 5.1 ايا كان الزيت اللي هيقول لك عليه استخدمه. ويبدا هنا ماستر علوي يضغط الماستر السفلي عشان يبدا يعشق الكلاتش او يفصله، عشان يبدا يشغل هايبرد الكتريك سيستم او يشغل الكتريكال سيستم ان هو يدي للايه لطاقم الدبرياج، يدي للترانسميشن قصدي، هو كان يتكلم عن دول كلاتش.
وادي شكله. خزان زيت، وصلة عادية جدا بتاعت فرامل، موتور اللي هو يعتبر الماستر العلوي، ومن جوه الماستر السفلي، وطقم دبرياج. ده كل المنظومة بمنتهى البساطة جدا. وكده عرفنا المنظومة وعرفنا تشخيصها وعرفنا كمان اعطالها. تمام. ده للكلاتش، انجين كلاتش. طب احنا عندنا حاجة تانية اللي هي ترانسميشن ديول كلاتش. ترانسميشن ديول كلاتش ده عبارة زيه زي الفتيس بتاع توسان عادي جدا، فتيس مانوال من جوه، لكن انا بستخدم ديول كلاتش عشان اخد عدد غيارات معينة. ازاي؟ انا عندي كنترول، الكنترول ده بياخد داتا من سواء بقى هو كنترول منفصل او من البي سي ام، ويبدا يشتغل على حاجتين. اول حاجه يعشى مجموعه الدول كلاتش رقم واحد او رقم اتنين، لان كل واحده بغيارات. وفي مجموعه تانية بتعشى التروس، سواء عايز سرعه اولانيه، عايز سرعه تانية، عايز سرعه تالتة، حسب كل منظومه فيها ايه. ده الدول كلاتش، ده ترانسميشن دول كلاتش. بيستخدم فصل الكلاتش عن طريق مواتير كهرباء عاديه جدا. يفصل الكلاتش او يرجع يشغله حسب عايز يشغل كلاتش 1 او كلاتش 2. ده بالنسبه للترانسميشن. المجموعه دي ليها لو غيرت دول كلاتش بيبقى ليها ظابطه. في موديلات زي دي زي توسان الفتيس العادي جدا بتظبطها عن طريق طبه تظبط بيها طول الدراع ده. وفي موديلات تاني عن طريق ان انت بتفك الموتور وليها سبيشال تولز بتظبط بيها برضك طول الدراع ده. ده هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديو منفصل. بس هنا احنا هنتكلم عشان الفرق بين الانجين كلاتش والدول كلاتش. شكرا.